ليلى امرأة أربعينية تعيش حياة هادئة ظاهريا في مدينة مكتظة. تعمل مدرسة لغة عربية وتبدو متزنة أمام طلابها وزملائها، لكن خلف هذا التماسك روح مثقلة. منذ 5 سنوات فقد زوجها يوسف في حادث اختفاء غامض أثناء سفره للعمل في مدينة ساحلية، ولم يعثر على جثته. رجح أنه مات غرقا، لكن قلب ليلى لم يصدق الخبر يوما. لم تنهي حدادها ولم تغلق الباب في وجه الاحتمال رغم مرور الزمن. تعيش ليلى مع والدتها المسنة في شقة قديمة، وتعتني بها بحب صامت. لا تشكو، لكنها لا تبتسم كثيرا، محاطة بالواجبات والعزلة. تقضي وقتها بين التدريس ومتابعة علاج والدتها وكتابة نصوص غير مكتملة في دفتر مذكرات أخفته في خزانة يوسف القديمة. في أحد الأيام تتلقى اتصالا من مكتب محاماة يخبرها بأن هناك ميراثا باسمها من يوسف. المفاجأة: بيت ريفي قديم في بلدة صغيرة لم يذكرها يوسف من قبل. تشعر بالريبة، لكن الفضول يدفعها للسفر وحدها إلى هناك. في القرية تكتشف أن يوسف كان يزور المكان باستمرار، وكان على علاقة قوية مع امرأة تدعى نادية، أرملة تعيش وحيدة في نفس الحي. تساءل ليلى عنها، وتعرف من أهل القرية أن ناديا كانت أشبه بأخت ليوسف، لكنه لم يخبر ليلى عنها قط. تختلط مشاعر الغيرة بالحزن والارتباك بالشك. تلتقي نادية وجها لوجه، لا تجد فيها تهديدا، بل امرأة محطمة بدورها. تتبادلان الحديث بحذر في البداية، لكن ليلى تكتشف شيئا أغرب. يوسف كان يعاني من اكتئاب حاد، لم تكن تعرف عنه شيئا، وكان يأتي إلى القرية ليهرب من ضغط الحياة وربما منها. ترك في بيت القرية أوراقا ورسائل كتب فيها ما لم يستطع البوح به، بعضها موجه لها وبعضها لنفسه. تنهار ليلى أمام هذا الكشف، تحس بالخذلان، لكنها تجد في الكتابات حبا عميقا وحزنا أعظم. تدرك أنه لم يهرب منها، بل من ألمه. تجلس ليلى على شرفة البيت في القرية لليال طويلة، تقرأ الرسائل وتبكي وتكتب. تبدأ تدريجيا في مصالحة الماضي، وتسامح يوسف وتسامح نفسها لأنها لم ترى إشارات وجعه. تتغير نظرتها للحياة. عند عودتها للمدينة تجد أن والدتها قد تدهورت حالتها الصحية، تعتني بها حتى النهاية، ثم تدفنها بقلب هادئ. هذه المرة بعد شهور تبدأ بنشر كتاب جمعت فيه نصوص يوسف ورسائلها هي إليه دون أن تذكر الأسماء. الكتاب يلقى صدى واسعا. في نهاية الفيلم تجلس ليلى في مقهى صغير تكتب رسالة جديدة، هذه المرة موجهة إلى المستقبل. تقرر أن تبدأ من جديد، لا لتنسى بل لتعيش.